أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الأخيرة من سلسلة العوامل المؤثرة على الذوبان. سنتعرف اليوم على مفهوم الذوبانية وما يندرج تحتها من 3 أنواع للمحلول. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ما هو تعريف الذوبانية؟ الذوبانية هي أكبر كمية من المذاب التي يمكن إذابتها كلياً في كمية محددة من المذيب، ولذلك لدينا 3 أنواع من المحاليل اعتماداً على كمية المذاب. أولها المحلول غير المشبع، وهو المحلول الذي يحتوي على كمية مذاب أقل من اللازم عند درجة حرارة وضغط معينين. ثانياً المحلول المشبع، وهو المحلول الذي يحتوي على أكبر كمية من المذاب في كمية محددة من المذيب عند درجة حرارة وضغط معينين. وأخيراً المحاليل فوق المشبعة، وهي المحاليل التي تحتوي على كمية أكبر من المادة المذابة مقارنة بالمحلول المشبع عند درجة الحرارة نفسها. وتتأثر الذوبانية في كثير من المواد بدرجة الحرارة، فمع زيادة درجة الحرارة تزداد الطاقة الحركية للجسيمات، مما يؤدي إلى زيادة التصادمات بين جسيمات المذيب وجسيمات المذاب، فتصبح المواد أكثر قابلية للذوبان. وهذا ما يحدث بالضبط في المحاليل الفوق مشبعة، حيث أننا نقوم بتحضير محلول مشبع أولاً، ثم نرفع من درجة حرارة هذا المحلول، وبعد ذلك نضيف كميات إضافية من المذاب لنحصل بعدها على محلول فوق المشبع. وتعتبر المحاليل فوق المشبعة غير ثابتة، فعند إضافة قطعة صغيرة من المذاب إلى المحلول، والتي يسميها الكيميائيون بنواة التبلور، تترسب المادة المذابة الزائدة بسرعة. وتحدث مثل هذه التجربة في بعض الدول، وتسمى بعملية استمطار الغيوم، وذلك عن طريق نثر يوديد الفضة فوق السحاب باستخدام الطائرات، ويؤدي ذلك إلى تجمع جزيئات الماء وتكوين قطيرات قد تسقط على شكل مطر. ومن الأمثلة الأخرى على المحاليل فوق المشبعة سكر النبات والرواسب المعدنية على حواف الينابيع المعدنية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأخيرة من هذا الجزء. أتعرفون ماذا يعني هذا؟ يعني أنه كما عودتكم ألا أعودكم دائما أترككم مع ألعاب مسلية وممتعة لنتأكد فيها من استيعابنا لجميع الحلقات السابقة. بإمكانكم مسح مربعات QR التي أمامكم أو الضغط على الروابط المرفقة في صندوق الوصف. أراكم لاحقا في سلسلة جديدة ومميزة. إلى اللقاء.